ازاي عملنا الفانوس ده؟ انا واحد صاحبي من ساعه ما اتخرجنا واحنا نفسنا نعمل الفانوس ده، بس كل رمضان يجي نكسل ونقعد زي البطه. بس الحمد لله بعد سنتين اخيرا خدنا الخطوه وعملنا الفانوس ده والفانوس اللي ورايا. بس في الفيديو ده هنشوف الفانوس ده عملناه ازاي، فلو عايز تعرف عملنا الديزاين وقطعناه وركبناه ازاي اعمل لايك للفيديو ده ويلا نبتدي. بدأنا الأول بسكتش على ورقة، حولناه 3 دي على الراينو، والراينو ده السوفت وير اللي أنا بستخدمه عشان أعمل المجسمات بتاعتي أو ال 3 دي. بس حسينا شوية إن الفورم مبقلص، يعني في حاجة غلط، فقلنا نقلل شوية الخطوط اللي فوق في الهرم ونطوله سنة، بس ما زال لسه مبقلص برضه، في حاجة غلط مش مريحانا بصراحة. طب خلاص احنا نشيل القعدة، هي تقريبا المشكلة فيها، وهنطوله سنة كمان. بس برضه ما كناش مستريحين وحسينا ان رفعه الهرم عن الجسم اللي تحت ملهاش لازمه. اكبس لي يا ابني الكلام ده. ايوه هو ده، هاتهولي حلو قوي الفورم ده. يلا عشان نبتدي نصمم الوشوش بتاعته. بعدين دخلناها على الراينو تاني عشان نركبها، وبعد ما خلصت الموديلنج بتاع الشكل بدات اشوف هل عندي مشاكل في التوصيلات ما بين القطع ولا لا، والحمد لله ما طلعش عندنا مشاكل غير في حته واحده بس، وهو اللسان اللي بيثبت الهرم اللي فوق في الجزء اللي تحت. بس الحمد لله كنا عارفين لها حل وهنشوفه مع بعض في التركيب. وبدات بعد كده اعمل الكات ليست على الاوتوكاد، وده بيبقى اسهل عشان ارسم الخطوط بتاعتي. ساعتها حددت الاجزاء اللي انا عاوزها تتقطع الاول وميزتها بالوان مختلفه عن الخطوط التانية، وهنعرف ليه مع بعض واحنا بنقطع. وحددنا كام لوح خشب احنا محتاجينه، ولقينا نفسنا هنحتاج 6 الواح خشب متر 20 في 80 هيكون عليهم شكل قشره حلو، وواحد بس مش شرط يكون عليه قشره، وده كان لوح MDF عندي من ايام الدراسه فخدته، وده اللي هنقطع عليه هيكل التجميع عشان بعد كده انزل اشتري الخشب. بصراحه ساعتها احنا ما كناش محددين احنا عايزين نوع خشب ايه، احنا كل اللي محددينه اللي احنا عايزين السمك 3 مللي بس. اول ما عمو طلع اللوح ده بصراحه انا اعجبت بيه وقلت له بس ده اللوح بتاعي، هاته يا عم هاته. واشتريت منه 3 الواح، كل لوح فيهم كان 2 متر 40 في متر 20، وعشان نعرف ندخل الالواح دي في مكنه الليزر فكان لازم يقطع لنا كل لوح ل3 الواح صغيرين، كل واحد فيهم متر 20 في 80. وفي الاخر بعد ما قطعنا بقى معايا الالواح بالقشره الجميله دي، اللي عرفنا بعد كده انها اسمها قشره جلد التعبان. وانا بصراحه ما اعرفش ايه علاقه التعبان بالقشره، بس تمام يعني براحته. ويلا بقى نروح نقطع. انا بصراحه كنت مبسوط جدا في الحته دي، احنا اخيرا بقى هنقطع. ويلا بقى يا عمو خد الفلاشه قطع لنا الحاجات دي. ماشي يا حبيبي اديها ب5 جنيه. Wait a minute. ستوب. هنا اكتشفنا كارثه. عمو كان عاوز يدينا دقيقه التقطيع ب5 جنيه واحنا معانا 7 الواح، وقال لنا ان تقريبا كل لوح فيهم هياخد له ساعتين لساعتين ونص، والساعتين فيهم 120 دقيقه 120 دقيقه، ومعانا 7 الواح في 5 جنيه يعني 4200 جنيه. ليه اهدى ليه؟ طب سلام. طب عيط. طيب هنأجلها تاني. طب اعمل ايه؟ بس الحمد لله بعديها بيوم بالظبط لقينا حد كان ارخص من عمو ده ب70% عشان يبتدي لنا تقطيع. وزي ما انتم شايفين كده الخشب اول ما بيبتدي يتقطع بيتحرك من مكانه، فلو احنا قطعنا عشوائي وحته اتحركت من مكانها في وقت مش المفروض تتحرك فيه الليزر كان هيبوظ تفاصيل مهمه في الفانوس. فالحمد لله احنا خدنا بالنا ورتبنا اللايرز بتاعتنا في الاوتوكاد الاول، عشان الحمد لله بعد انتظار 9 ساعات قدرنا نستلم حاجتنا، وتقريبا اللوح فيهم كان بياخد من ساعة لساعة ونص تقطيع، عشان اخيرا اوصل للحظة اللي كنت مستنيها من اسبوعين. يلا هنركب. هاتولي بس بقى عصير الاول. يلا عشان نجمع الفانوس بنبتدي بالهيكل الداخلي. بنبدأ الأول بالقاعدة اللي تحت اللي بيثبت عليها الإضاءة بتاعت الفانوس، وهي عبارة عن لمبة على شكل شمعة وبتنور بحجارة. وبعد كده في الجزء العلوي عندنا مستطيلين مفرغين من النص بيثبتوا مع بعض بأعمدة عشان يمسكوا في بعض، وبكده نقدر نمسك الجزء السفلي من الفانوس بالجزء العلوي. وبعد ما جمعنا الهيكل بنبتدي نجمع الوش الرئيسي بتاع الفانوس، وش داخلي وده اللي عليه الباترن الاسلامي، وش رئيسي ده اللي بنجمع عليه بقيه الوشوش الثانيه، وبعدين وشين خارجيين رفيعين بيتركبوا على الوش الرئيسي عشان يضيفوا عمق زياده ويخبوا التوصيلات بتاعته. وبعد ما جمعنا كل الوشوش بنبتدي ندخلها في هيكل التجميع عشان اللسان اللي في هيكل التجميع يخش في النقره بتاعه الوش، وبكده يبقى عندنا الجزء السفلي من الفانوس. وبعدين نبتدي في اصعب جزء من الفانوس وهو الهرم اللي فوق. الصعوبه بتاعت الجزء ده جت بسبب ان احنا كنا عاملين له نقطه تثبيت واحده بس وهو من تحت، فده كان بيحتاج انا وصاحبي نشتغل مع بعض عشان نثبت الهرم ده بس الحمد لله ما كانش بياخد مننا اكتر من 5 دقايق تجميع، عشان بعد ما نخلصه بيجي دور اللسان اللي كان عامل مشكله في ال 3 دي عشان نصنفره بالهاند بيس، عشان اول ما يبقى فلاش او فلات يعني مع وش الفانوس بنبتدي نرزق الكورنيشه دي عشان نخبي كل الكونكشنز
عشان في الاخر يبقى معانا الفانوس ده. هي الحمد لله قدرنا نعمل 27 فانوس، واحتاجنا بس اسبوع، منهم 3 ايام تجميع، كنا بنخلص الشغل ونروح نجمع ونروح تاني يوم الشغل ونرجع نجمع تاني، والباقي كان متنطور ما بين اللي احنا بنشوف نقطع ازاي وما بين اللي احنا بنشتري خشب. حصل شويه مشاكل كده في النص سببت اللي احنا نخسر 3 فوانيس بس الحمد لله. بس ولا واحد من الفوانيس دي كان معمول عشان يتباع، احنا كنا عاملينه عشان الناس المميزه في حياتنا، وعشان انتوا مميزين بالنسبه لي، ودايما ببقى مبسوط ان انتوا موجودين واللي انا قدرت اوصل لكم بالفيديوهات بتاعتي. فكنت عايز اشارك معاكم حاجه انا فخور جدا ان انا قدرت اعملها، واللي انا قدرت اطلع برودكت حلو زي ده. فساعتها قررت ان انا هعمل جيف اواي على الانستجرام عندي، واول لما عرفت مين اللي كسب في الجيف اواي فخدت بقى كل احتياطاتي اللي في الدنيا. جبت بقى بابل راب لفيت فيه الفانوس زي ما انتم شايفين، جبت صندوق وحطيت فيه الفانوس، وعشان الهديه تبقى مميزه اكتر فكتبت جواب بعبر فيه عن شكري للشخص ده، وهنسمعه مع بعض في الاخر. وبعد كده طبعت الجواب وخدت الفانوس في الشنطه دي ورحت البريد، قعدت مستني دوري، وبعدين عمو راح حاطط الفانوس بتاعي في صندوق قد كده اهو قد حياتي، وقعدنا نحط عليه تيكت اوعى لا يتكسر، ده كله عشان نفسي الفانوس يوصل سليم. وهنا كنت فرحان جدا بعد ما بعت طرد مع البوسطه لاول مره في حياتي، والحمد لله بصراحه وصل في اقل من 24 ساعه ووصل سليم. تعالوا بقى نقرا الرساله. مرحبا سيره، تحيه خاصه من حنكش وزقلط وزقلط. نامل ان تتلقي هديتك وانت بصحه جيده. يسعدني انك كنت احدى المتابعين المخلصين لي منذ الايام الاولى، وحتى بعد ان توقفت لفتره من الوقت. لقد دعمتيني ولم تفقدي الامل، وعندما بدات في النشر مره اخرى استجبتي بشكل اسرع من اي شخص اخر. اقدر تفانيك كثيرا، ويسعدني انك فزتي بهذه الهديه. اليك احد الفوانيس الاولى مصنعه يدويا بواسطتي. اتمنى ان يعجبك، انه اصدار محدود لذا اعتني به. رمضان كريم ليكي ولعيلتك. تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الفانوس، وفي الفانوس اللي ورايا ده كمان. ده بينور على فكره اهو منور. وبس كده، كان معاكم محمد احمد او زيزو. سلام.